جاء يعني دار حديث وجدل كبير حول الحركة التي قام بها مؤخرا. أحمد، الكلمة إليك، تفضل. شكرا لك متعب وضيوف الكرام، وايضا المشاهدين. بالتاكيد يتواجد بجانبي اللاعب البرازيلي برونو، الذي بالتاكيد حصلت امور كثيره، وتحديدا في المجال الاعلامي او في الصحافه نتحدث، او حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب هناك من فسر الحركه التي قام بها في المباراه السابقه امام الشعلة بحركه الا اخلاقيه. وهنا سوف نستفسر مع الكابتن برونو اللاعب البرازيلي في فريق الرايد. أحييه عبر السعودية الرياضية وأحييك. يمكن السؤال الأبرز، عمل ضجة كبيرة بعد المباراة تحديدا بالحركة التي عملها إلى الآن. يعني يمكن أسمع أحاديث كثيرة، البعض يقول بأنك هناك ألم في كتفه، والبعض الآخر يفسرها بأنها حركة ألا أخلاقية. Actually, this is Saudi TV, Channel 1. They will ask you about what happened the last match between us when you fall down. What you thinking when you do this, when you remove your hand? I have one problem in my hand, you know. I stay in the field. Another player talk me, get up, but I show the people. Another player put out in my face. Only this. No, never my intention. Seem like this movement, you know. هو حقيقة يقول كثير من الناس راح فكروا لي حركة لا أخلاقية، لكن أنا كنت أعاني من ألم باليد قبل المباراة، والمدرب والجهاز الطبي يعرف هذا الكلام. فلما وقعت جالي لاعب من الفريق الخصم يطالبني بأني أقوم وأكمل المباراة، وكنت أشر على يدي أقول له أني أحس فيها بألم، لكن الناس أخذتها في منطق آخر. بصراحة يمكن تحدثت هذا بذلك قبل بداية المباراة. اللاعب حتى لم نشاهده كلاعب أساسي في هذه المواجهة، هو يعاني من أمور نفسية في الثلاثة الأيام الماضية. They ask you the last after the match up to today, the last 3 days. Are you worried? You have problems? You have some things? Yes, my head no good, you know, because everybody look my action, but no look my heart. I'm no bad person, you know. Everybody look my day. No good for me. I'm no sleep, no eat. But one decision is the best decision. I don't know. هو زي ما أنت لاحظت حتى على تعابير وجهه حقيقة هو قلق، ويقول الناس أخذت على المظهر العام، لكن أنا أتألم من داخل، وما كنت أنا أعرف العادات والتقاليد في المملكة العربية السعودية، وأعرف بالرياضة جمالا، لكنه الناس رأت للمنظر العام ولم تنظر إلى ما جوا قلبي. أنا لا أفكر في هذه الحركة، ولم وحتى الآن ما زلت متأثر من نظرة الناس لي. على موضوع التأثر، هل هو أيضا قلق ربما يرحل عن الدوري السعودي إجباريا؟ لا، هو طبعا بعد ما سألته يقول أنا راضي بالقرار اللي يتخذ، لكني أتمنى أن أواصل بالمملكة في نادي الرايد بالذات. شكرا لكم. Thank you. إذن مشاهدينا الكرام، هذا حديث اللاعب البرازيلي برونو لاعب فريق الرائد، والذي تحدث عن أمور عديدة، بأنه لم يقصد الحركة تحديدا التي كانت في مباراة الشعلة والرائد المباراة الماضية في الأسبوع الماضي. كان هو فقط يتألم من ذراعه، وعلى حديثه يعني يتحدث بأنه كان هناك ألم في ذراعه، والحكم للمشاهدين. هذا حديث برونو. انتقل لعبد الرحمن الشقاري مع رئيس مجلس إدارة نادي الرائد. تفضل عبد الرحمن. شكرا لك أحمد. معي في هذه الأثناء رئيس مجلس إدارة نادي الرائد الأستاذ عبد العزيز المسلم. أبو طارق، في البداية أرحب فيك. الله يحييك. ألف مبروك الفوز والتأهل لدور الثمانية. الله يحييك، والحمد لله والشكر على التأهل.
رغم ان اليوم الجو ما شاء الله برد يعني، فالحمد لله بس حل الطرق الحمد لله تأهلنا بدون الحمد لله، رغم انه اصيب عندنا لاعب، ولكن ان شاء الله الحمد لله يتعاد شافع ان شاء الله. ابو طارق، شخصيا انت راضي عن مستوى الفريق اليوم؟ لا انا ما اعتبر الفريق اليوم قدم ذا، لان في نقص يعني، معظم اللاعبين مريحهم المدرب ما لعبهم، فلما شاف الوحده يعني جادين كذا نزل بعض العناصر اللي ساعدت وتحقق الفوز باسهل الطرق الحمد لله. المواجهه المقبله في دور الثمانيه امام الهلال. اكيد، بس احنا عندنا مواجهه قبل، احنا مع الاتفاق ان شاء الله يوم الخميس، فان شاء الله تركيزنا كله على مباراه الاتفاق، وبعدين الاسبوع القادم لكل حادث حدث. طيب ابو طارق، انت كرئيس مجلس اداره نادي الرائد، ما هو موقفكم او موقف النادي تجاه اللاعب البرازيلي برونو؟ والله احنا تاكدنا من اللي انا قلت له ليه لازم اتاكد، انا لو تاكدت ان الحركه، ولا انا عارف ان عنده خلع بالكتف وكان يشاور على اساس انه على اساس يده انه على اساس يعالجونه وكذا، انا ما تاكدت، انا اللي قلت لو تاكدت ان الحركه لا اخلاقيه لا يمكن يجلس بالنادي. الان هو مريح على اساس انه مصاب، يعني كمل اصابته، دائما يلبس ذا لانه عنده خلع بالكتف، مو باول مره انهم ينزلون يردون كتفه بعد ما وقع، فانا لا يمكن نقبل اي حركات ما تليق لا بالاسر ولا بالشباب الصغارين، يعني معظم الجمهور من الشباب الصغارين ما يمكن، واخلاقنا ما تسمح لنا، بس انا متاكد ان الرجل متالم، يمكن له 3 ليال ما نام، ما هو في يوم لما فهم انه فهم ان حركته هذه لا اخلاقيه. طيب ابو طارق، يعني متى تتحدد موقفكم او وجهه نظركم من بقاء اللاعب او عدمه؟ والله هذه احنا واثقين ان الحركه الان هو انا اشوفكم سويتم معلقه وتعذر الان للمشاهدين، اذا قبل عذره وذا فاحنا ان شاء الله برضه نسامح اذا كان حركته طبيعيه. طيب ابو طارق، بالنسبه للاعب عبد العزيز الجبرين، مفاوضات الهلال مفاوضات النصر، وش الجديد؟ والله كل يوم اسال عن عبد العزيز، انام على عبد العزيز واصبح على عبد العزيز، شوفه يلعب ولسه موجود بالنادي. المفاوضات موجود مفاوضات، الجديه بصراحه الان النصر بصراحه هم اللي جايين بثقلهم ومصرين انهم يبون اللاعب. الهلال يعني موقفهم من خلال المفاوضات غير جدي، لذلك احتمال هاليومين كذا انا النصر اشوفهم جادين، اذا النصر على الكلام اللي وضحنا لهم ووافقوا على شروطنا فما يمنع انه ينتقل للنادي النصر. طيب ابو طارق، الزملاء في الاعداد يقولون لي اللاعب ما اعتذر، عنده يقول الم في اليد. ما ادري، انا اصلي ما ادري وش اللقاء، انا متاكد ان عنده خلع بالكتف، هو عنده خلع بالكتف، هذه حاجه يلبس، هو دائما واقي عن الخلع، فانا ما انا مسؤول عن هذا. الان انتم تشوفونه هو اللي اعتذر، هو اللي قال، والان ما هو بيلعب، هو بسبب انه عنده اصابه، يعني انا عارف انه المدرب مبعد وانه على اساس عنده خلع بكتفه. اذا ثبت ومن خلال لجنه الانضباط واذا ان اللاعب حركته غير اخلاقيه، احنا برضو بالنادي ما نقبل الحركات هذه. طيب ابو طارق، في تقرير طبي يفيد يعني بان اللاعب عنده خلع؟ اكيد، لو حتى لا يمكن يلعب هو بالمباريات الا هو لابس قميص، علشان دائما ينزلون يردون يدوه على اساسه، واذا كان التقرير الطبي انا متاكد ان في عند الطبيب معه تقرير طبي. طيب ابو طارق، نرجع للموضوع عبد العزيز الجبرين، الهلال انسحب ولا باقي في المفاوضات؟ الهلال باقي، لكنهم يعني انا ما اعتبرها جديه، لان المبالغ اللي يقولونها لا يمكن لا اعضاء الشرف النادي ولا اداره النادي توافق عليها. طيب كم عرضوا هم يا ابو طارق؟ والله الارقام احنا ما بيننا وبينهم اتفاق سواء كل الطرفين اننا ما نفصح عن ارقام. طيب حتى النصر بعد ما تفصح عن الرقم؟ حتى النصر كلهم ما يمكن نفصح عنها لين تصير نهائيه كالساعه، وعن طريق المركز الاعلامي ممكن نفصح عنها. صحيح الارقام يا ابو طارق المطروحه في الاعلام 11 او 12 مليون؟ انت هذاك تعرف، ما ادري، انا ما اعرف، انا ولا اقدر اقول، انت تعرف مني هذاك فيها. طيب ابو طارق، اخيرا في التدريبات النادي الرائد محترف سنغالي، هل هو بديل للبرازيلي برونو؟ المدرب هذه انا ما انا رئيس نادي ومدرب، المدرب هو اللي يتولى الامور هذه. عندنا 3 لاعبين الان، سنغالي وبعد بكره كاميروني والاسبوع القادم برازيلي،
بس حنا نبغى عبد الله البرقان يتفضل ويفرج عن مستحقات النادي، بدل ما هو بعامل نفسه ما انا بقال ما انا بمصفه يربط مستحقات النادي هو ومحمد النويصر. لنا مستحقات من سنوات 7 ملايين، ولنا مستحقات لنا 4 شهور ما استلمنا، والآن ما نعلي التسجيل. يمكن يسافر زي ما عمل الفترة الأولى، يتخبى عن الناس ويقعد يسوي قرارات. اصرفوا مستحقات الأندية أولا وبعدين حاسبوا الأندية. احنا الآن إلى شهر، إلى 30/11 مسددين مستحقات اللاعبين. ليش ما يفرج عنه؟ أنا أرجو من الرئيس العام أن يتدخل. العبث اللي مارسه محمد النويصر وعبد الله البرقان هذا يبي ينهي، ويبي ينهي الرياضة بالمملكة العربية السعودية. يعني في أندية زي الاتحاد، زي النصر، زي الرايد، لماذا يعني تربط مستحقاته وبنفس الوقت تطالبهم أنهم يسددون مستحقات مرتبات وبنفس الوقت تمنع عنهم التسجيل؟ ما علاقة؟ اصرف المبالغ اللي عندك. 88 مليون استلمها الاتحاد السعودي، لنا منها 8 ملايين. ليش ما تصرف مستحقاتنا؟ لماذا تحاسبنا ولا تحاسب نفسك؟ لماذا الاتحاد يروح يبحث ويسدد مستحقاته ولا يطالب تسدد مستحقات الأندية؟ هذه ابو طارق متمثله بايش ال 8 ملايين؟ من ايام ادارات فهد، كل فتره فهد مطوع لنا 8 ملايين نقل تلفزيوني من الار تي، من ايام الار تي. الآن التلفزيون السعودي انتهى عقده هالسنة وحنا ما زلنا نطالب بمستحقات قديمة. لماذا اللاعبين تفرض أنه لازم تسدد مستحقاتهم ومستحقات الأندية ما تسدد؟ الرابطة تعبث عبث كثير. محمد النويصر من 4 شهور موقفوا مستحقاتنا. لماذا لا تصرف مستحقات؟ كيف حنا نطالب الآن أننا نسدد مرتبات ونرفع مسيرات وأنتم موقفوا مستحقاتنا؟ هذا هم يمارسون ضغط على الأندية الصغيرة. بعدين أنا كيف أمس عضو شرف يتبرع للأندية اللي عندها رعاة وإذا على 1,000,000 ريال، زي ما يطالبون الآن بالمساواة. لماذا لا نساوي احنا ونعطى على 1,000,000 ريال زي الأندية الهلال والنصر؟ لماذا يطالبوننا بالمساواة؟ يطالبوننا أنهم يأخذون أكثر منا، وهم الآن عندهم أعضاء شرف وعندهم نقل وعندهم رعاة، ويعطيهم أعضاء الشرف يعطون المتصدر، إنما المتذيلين ما يأخذون فلوس. وش معنى؟ ليش ما يكون في مساواة بكل شيء؟ هذه من الأمير الوليد. حتى لو كان الوليد مفروض أن المساواة بالأندية، المساواة بالظلم. ايش معنى أندية تعطى بالمليان وتعطى رعاة وعندها أعضاء شرف وحنا يمارس علينا محمد النويصر ضغوط؟ طيب أنتم يا أبو طارق عندكم مستحقات يعني منعتكم من التسجيل؟ علينا ديون، مستحقات ولنا مستحقات. ايش معنى ما تصرف مستحقاتنا؟ 7 مليون هم مستلمين من الديوان 88 مليون الاتحاد، لنا من ضمنها يمكن 8 ملايين تبعنا. ليش ما تصرفها لنا عشان نقدر نسدد؟ وليش تربط التسديد بالتسجيل؟ عندنا مشاركة خارجية، نشارك بدون ما نسجل لاعبين. يعني احنا الأندية السعودية تقعد تحت رحمة عبد الله البرقان ومحمد النويصر. وين الرئيس العام؟ المفروض يتدخل بالأمور هذه، أو الديوان أقل شيء يسدد مستحقات الأندية. في أندية عريقة زي العميد، زي تبيع لاعبينا وذا، يعني احنا نضطر الآن ممكن نضطر نبيع لاعب بأبخس الأثمان علشان نسدد المستحقات. ليش ما تسدد المستحقات؟ مش أندية سعودية مش تشارك الآن؟ يا هذا مجال الشباب. احنا ليش طيب؟ احنا كلنا متبرعين وجايين. احنا في يوم من الأيام لحسينا الضغط والمطالبات ذي قدمنا استقالتنا وتركنا النادي. يعطيك العافية أبو طارق. يعافيك، شكرا. إذا مشاهدينا الكرام، كان هذا حديث الأستاذ عبد العزيز المسلم رئيس مجلس إدارة نادي الرياض. أحمد يعطيك العافية. يعطيك العافية يا عبد الرحمن. أول شيء أبغى أسألك، هذا وش اسمك؟ أحمد العمايم. نعم. مبسوط؟ إيه. خلاص فاز الرائد؟ ألف مبروك يا كابتن. إذا زميلي متعب ومشاهدينا